احنا بقينا قريبين منه جدا. عمل الإنسان الآلي القاتل. قالها ستيفن هوكينج في عام 2014 وقبل موته ب4 سنوات: إن تطوير الذكاء الصناعي بالكامل قد يعني نهاية البشر. I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبين مخاوف متصاعدة من سيطرة الآلات وتخلصها من العنصر البشري، ومخاوف أخرى من عدم قدرة البشر على المنافسة، خرج العلماء ب4 سيناريوهات لانتهاء البشرية على يد الذكاء الاصطناعي. أنت بتتكلم جد؟ ولعلك في هذا الفيديو تشاهد ما قد يحدث لنا في المستقبل القريب، فلا تفوت الفرصة على جوك، حيث المعرفة متعة. يأتي السيناريو الأول على لسان الباحث ماكس تيغمارك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إذ يفترض أن الإنسان سيتراجع معرفيا بمرور الوقت ويصبح كائنا أقل ذكاء، وبذلك يمكن التخلص منه من أجل مصلحة الكوكب. وكما قضى الإنسان على كائنات أقل ذكاء لمصلحته الشخصية، فيمكن للآلات الذكية التخلص من الإنسان للسبب نفسه. أما السيناريو الثاني فتتبناه الباحثة بريتاني سميث من مركز مستقبل الذكاء بجامعة كامبريدج، إذ تقول إن تطور واتساع دور الذكاء الاصطناعي سيخرج عن السيطرة مع تولي الآلات مهاما كبيرة وحساسة مع الوقت، كالشك في نوايا الأشخاص والتحكيم في مقابلات العمل ومراقبة الجرائم واتخاذ الإجراءات أوتوماتيكيا، وهو ما ينذر بكارثة وجودية لفئات كبيرة من الناس. الموضوع خرج من ايدي يا استاذ، ما تعطنيش. ولكن السيناريو الثالث يبدو أقرب للواقع من وجهة نظر إليازار يودكوسكي مؤسس معهد بحوث الذكاء الآلي، إذ ستقضي الآلات على البشر، وهو تطور طبيعي للذكاء الخارق الذي سيرغب في التخلص من المنافسة، فبمقدوره استخدام البشر ضد بعضهم، ويمكنه صناعة فيروس قاتل وإطلاقه بسهولة، وقد يستخدم طريقة أذكى من ذلك بكثير. ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. وأخيرا فإن السيناريو الرابع يتعلق بانتهاء البشر بالتقادم، إذ تقول باحثة الذكاء الاصطناعي آجيا كوترا إن مليارات الأشخاص سيخرجون من المنافسة لعدم قدرتهم على مواكبة الذكاء الاصطناعي، وفقدان الوظائف وسقوط الشركات الصغيرة، وسيطرة الآلات على كل شيء لمصلحة مستخدميها. سيناريوهات تقودنا إلى طريق واحد، وهو نهاية الإنسان على يد آخر إنجازاته، وهو الذكاء الاصطناعي. فهل تعتقد أنها افتراضات متشائمة أم تتفق مع أحد الاحتمالات؟ شاركنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى أن تشترك بقناتنا ليصلك كل جديد من جوك، حيث المعرفة متعة.